المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: دعوة لاتخاذ خطوات تساعد في الحد من موت الفيلة. إنتاج وفير من بذور البطاطا المحسنة في عدقية. سمينار لمكافحة الجرائم والمخالفات في نافع. قادة جبهة تحرير الأوغاديين يتوجهون إلى بلادهم. أمريكا وكندا والمكسيك اتفاق جديد بديلا زلزالان قويان يضربان ولايات أمريكية. دعا الخبراء والسكان إلى اتخاذ خطوات تساعد في التعرف على أسباب وفيات أو موت الفيلة في المناطق التي تتحرك فيها بكثافة، وخاصة في المحميات الخاصة للفيلة في مديرية هيكوتا، والقضاء على هذه الظاهرة السلبية. أوضحوا بأنه مع تخصيص محميات للفيلة بدأت أعداد الفيلة تنمو بكثرة، إلا أن الموارد المتوفرة في المحمية لا تلبي متطلبات الفيلة، ونتيجة لذلك ظلت تسبب مشاكل بين الرعاة والمزارعين ومواجهات تؤدي بدورها إلى موت الفيلة، مشيرين إلى إخلاء المزارع والمساكن في ضواحي محميات الفيلة، إضافة إلى بناء خزانات مياه لسقي الفيلة والدفع بعملية التشجير. وأشار مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في هيكوتا المهندس دافيد برهاني إلى أن المحميات منتشرة في مديريات عار القاش وغونيه وهيكوتا بإقليم القاش بوركا، منوها بأن قلة الأشجار التي تشكل غذاء لها وعدم توفر مياه الشرب وتدخل المزارعين وطقي أشجار المسكيت من أهم أسباب المواجهات وموت الفيلة، مناشدا للعمل لحلها. من جهتهم قال السكان أن وجود الفيلة نادر، إلا أنه مع إنشاء محميات خاصة لها وترحيل القاطنين في تلك المناطق والتخلي عن الأنشطة الزراعية بدأت تزداد أعدادها. وتشير مستندات وحدة التنمية الاقتصادية إلى موت 8 أفيال حتى الآن في محميات الفيلة الخاصة بهيكوتا، بداية من 2013 وحتى 2018، 3 منها في العام 2018. نظمت في مدينة حقات ندوة حول ضمان كفاءة جودة الخدمات التعليمية وتعزيز المنافسة الطلابية أكاديميا. وفي الندوة التي شارك فيها مسؤولو التعليم في المديريات والمشرفون التربويون، ألقى ممثل التعليم في الإقليم الأستاذ محمد عمر عبد الله كلمة ذكر فيها المعلمين ومدراء المدارس لبذل جهود حثيثة لتحقيق نتائج جيدة بتحسين أعمالهم وسبل تدريسهم لتعزيز كفاءة الخدمات التعليمية، مشيرا إلى تقوية العلاقة الثلاثية بين المعلمين والطلاب والآباء والقيام بعمل منسق وموحد فيما بينهم تفاديا للخسائر. من جهتها أشادت مسؤولة التعليم الأساسي والكبار في فرع التعليم في الإقليم والأستاذ أبرهات قبري بأن على المعلمين واجب مهني لتقدم وارتقاء الطلاب إلى الأمام بإكسابهم معرفة جيدة وترسيخ أخلاق المجتمع الراقية. بدوره قال مسؤول وحدة المدارس الثانوية في الإقليم الأستاذ تخلى سنبد زرعاي أن تعزيز العلاقة الثلاثية وإدخال مهارات تدريسية متطورة يلعب دورا كبيرا في ضمان كافة الخدمات التعليمية. وذكر المشاركون أهمية الندوة المنظمة في ترشيد الطلاب وضمان الكفاءة التعليمية، مؤكدين القيام بعمل دؤوب لتعزيز الكفاءة التعليمية بالتعرف على ظواهر القصور والنواقص وحلها. صرح المزارعون النموذجيون بأن بذور البطاطا المعروفة بإلكترا وبامبا المجربة في مزارعهم في ضواحي حنبا وتخندع ومندفرة بمديرية عدقيح توجد في وضع جيد ويترقبون إنتاج وفير. وأوضح خبير الخضروات والفواكه في المديرية السيد منجستا برايا بأن بذور البطاطا الآتية من إيرلندا وصلت إلى مرحلة الحصاد بفضل انسيابية التربة والرعاية اللازمة التي قام بها المزارعون. وذكر بأنه كان محفوظا حتى دخول موسم الزراعة المناسب، وتم توزيعه وفق أهداف تكاثر البذور على المزارعين الذين يمتلكون الأراضي والمياه والتجارب والميزانية. وأشار إلى توزيع 112 من بذور إلكترا وكنتالين من بذور بامبا للبطاطا المحسنة على منمي البساتين النموذجيين في عدقيح وصرافيه، وسيتم تخزين أكثر من 2000 كنتال للبذور إضافة إلى الإنتاج المقدم في الأسواق.
وأوضح السيد منقطاب بأن بذور إلكترا المحسنة وزعت في مديريات عدقيح وصنعافية وسقريتي ودك أمحرة ومندفرة ودباروا بالإقليم الجنوبي، فيما وزعت بذور بامبا المحسنة في أقاليم الجنوبي والأوسط وعنسبة للتجربة، مناشدا المزارعين لتطبيق المعلومات المقدمة لهم. نظم في مديرية نقفة سيمينار لطلاب المراحل الثانوية حول مكافحة الجرائم والمخالفات، وكان الهدف من السيمينار هو تعزيز معرفة الشباب القانونية وبناء شباب يتصفون بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة وتقوية دور الشباب في مكافحة الجرائم. وقال مسؤول مكافحة الجريمة في مركز الشرطة في المديرية السيد قبر مدين طهاية أن الشرطة الإريترية تعمل جاهدة للحد من الجرائم والمخالفات بتعزيز وعي الطلاب والشباب، ويجب تفاعل المجتمع والآباء في هذا الجانب. ونشد السيد قبر مدين الطلاب والشباب المتابعة الجيدة للسيمينارات المقدمة، إضافة إلى بناء علاقة قوية مع الشرطة، مدركين بأن عدم معرفة القانون لن تنجيهم من المساءلة القانونية. توجه قادة جبهة تحرير الأوغادين اليوم الأول من ديسمبر إلى بلادهم وفق الاتفاق الذي وقع في 21 من أكتوبر الماضي في العاصمة أسمرة بين الجبهة والحكومة الإثيوبية الفيدرالية الديمقراطية. وأشار عضو اللجنة التنفيذية للجبهة مسؤول مكتب العلاقات العامة السيد حسن عبد الله إلى أنهم يدعمون عملية السلام التي بداها رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد، مؤكدين جاهزيتهم لتنفيذ واجباتهم والمساهمة في المهام الجارية بفعالها. من جهته قال مسؤول العلاقات في إقليم الصومال الإثيوبي قالت علي كاهن أن عودة جبهة تحرير الأوغادين إلى بلادها بسلام خطوة إيجابية تدفع بعملية السلام والمصالحة التي تشهدها إثيوبيا. يذكر بأن جنود جبهة تحرير الأوغادين كانوا قد عادوا إلى بلادهم في 21 من نوفمبر المنصرم. ويشمل اتفاق السلام والمصالحة الشامل الموقع في 21 من أكتوبر الماضي في العاصمة أسمرة بين الجبهة والحكومة الإثيوبية، يشمل على 3 بنود هي الحد من العدائيات بين الجانبين، ومواصلة جبهة تحرير الأوغادين نضالها بطريقة سلمية بالدخول إلى إثيوبيا، إضافة إلى تأسيس لجنة مشتركة لإيجاد حلول للقضايا الأساسية. وكانت التنظيمات الإثيوبية المعارضة مثل الحركة الديمقراطية لشعب تيغراي دمحيت ومحاربو جنبوت 7 والحركة الديمقراطية لشعب بني شنغول وجبهة تحرير الأورومو والحركة الديمقراطية لقوى الأمهرة قد وقعت على اتفاقيات مماثلة مع حكومة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الإيبولا القاتل في الكونغو أصبح الآن ثاني أكبر تفش في التاريخ بعد تفشي قرب أفريقيا المدمر الذي أودى بحياة الآلاف قبل بضع سنوات. ووصف الدكتور بيتر سلام المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية بأن الأمر حصيلة محزنة، حيث أعلنت وزارة الصحة في الكونغو أن عدد الحالات بلغ 426 حالة، ويشمل ذلك 379 حالة مؤكدة و47 حالة محتملة. وذكرت وزارة الصحة في الكونغو أن في هذا التفشي الذي أعلن عنه في الأول من أغسطس الماضي تأكد وجود 198 حالة وفاة مع وجود 47 حالة أخرى محتملة. وتشير تقارير منظمات الصحة يوما بعد يوم إلى ظهور صعوبة جديدة تلو الأخرى في هذا التفشي الأخير، حتى في الوقت الذي يضع فيه عملهم معالم بارزة أعطت أملا جديدا في مكافحة أحد أسوأ الأمراض في العالم. وقعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية خلال حفل رسمي نظم على هامش قمة مجموعة ال20 في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس. والاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والتي أبرمت في 30 من سبتمبر المنصرم تحل محل اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية السارية النافتا منذ 1994، والتي قرر الرئيس الأمريكي
ينبغي الانسحاب منها. وكان المفاوضون من الدول الثلاث توصلوا إلى اتفاق بعد ماراثون من المحادثات بدأ في مطلع سبتمبر. وتوصل الأطراف الثلاثة أخيرا إلى تسوية بشأن عدد من المسائل الحساسة وخصوصا فيما يتعلق بالسيارات والزراعة. ضرب زلزالان أرضيان متتابعان بلغت قوتهما 5.8 و 5.7 درجة على مقياس ريختر ولاية ألاسكا الأمريكية، مما دفع الناس للهرع إلى الشوارع وأثار الذعر بين السكان، فهربوا إلى أراضٍ عالية خوفا من وقوع تسونامي. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال الأول والأقوى يقع على مسافة 12 كيلومتر شمال إنكوريج، أكبر مدن ألاسكا، ويسكنها نحو 300 ألف نسمة، حيث ركض الناس خارج مبانيهم واحتموا تحت مكاتبهم. وبثت قنوات التلفزيون المحلية لقطات ظهرت فيها بعض الطرقات وقد تشققت رفوف ومنازل تصدعت من دون أن تتهدم، كما بدت أعمدة الإنارة على الطرقات وهي تهتز بشدة. وتمكن الناس من العودة إلى داخل منازلهم بعد وقوع أول زلزال، لكن الذي تلاه بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر وقع بعد 5 دقائق، مما دفعهم للركض مجددا والخروج إلى الشوارع. وأغلقت جامعة ألاسكا في أنكوراج أبوابها ودعت كل العاملين غير الأساسيين فيها إلى المغادرة، كما أغلق المطار بانتظار تحديد الأضرار المحتملة. انطلق قطار من كوريا الجنوبية ليعبر الحدود مع جارتها كوريا الشمالية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام. وذكرت قناة يورو نيوز الأوروبية أن فريقا من مسؤولي كوريا الجنوبية كانوا على متن القطار، وذلك للتحقق من مدى صلاحية شبكة السكك الحديدية في كوريا الشمالية وتحديثها وربطها مع كوريا الجنوبية. وأضافت القناة أن المسؤولين الكوريين الجنوبيين قادروا على متن القطار من مدينة دوراسان بالقرب من العاصمة سيول باتجاه المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين. وسيقضي الفريق الكوري الجنوبي 18 يوما بغرض التحقق وتفتيش البنى التحتية للسكك الحديدية في كوريا الشمالية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم، إلى اللقاء.